اليوتيوبر هذا عمل قناة ووصلها مليون مشترك بدون ما ينزل فيديوهات ابدا، بس هل شركة يوتيوب اعطوه درع 100,000 والمليون بعد ما وصل مليون مشترك بدون فيديوهات؟ واخذ 100,000 دولار عشان عمل هيك تحدي. وكيف عنده درع 10 مليون ودرع 100 مليون تبع بيودي باي وهو اساسا ما وصل 10 مليون، وعنده دروع غريبة ما شفناها عند اليوتيوبرز، واخذ درع موسوعة جينيس؟ كيف عمل هيك؟ ومين هذا اليوتيوبر وايش قصته؟ راح نحكي بقصة اليوم عن هذا اليوتيوبر يلي اغلبكم ما بيعرفوا. هذا الانسان عمل قصص كثير غريبة راح نحكي عنها بفيديو اليوم، بس اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه وعطونا لايك للفيديو. اليوتيوبر هذا اسمه جاك، اجاه تحدي من مستر بيست انه يوصل القناة من 0 مشترك لمليون مشترك بدون تنزيل فيديوهات، واذا فاز بالتحدي مستر بيست بيدفع له 100,000 دولار. وفعلا قدر يروج للقناة بطريقة ذكية من خلال قناته الأساسية ويوصلها لمليون مشترك ويفوز بال100,000 دولار. بعد ما فاز كيف قدر يفوت موسوعة جينيس؟ بدي تشوفوا كم قناة عنده، وهو حاليا راح يحكي لكم أسمائهم. Hi, my name is Jack and this is all of my YouTube channels in one take. Jack Sucks Alive, Jack Sucks Stuff, Jack Massey Wealth, Jack Sucks Geography, Jack Sucks Clips, Jack Sucks Boba Pirate, don't subscribe, Sam Sells Apricot, Turbo 420, EJ South, Original Jack Massey Wealth, Sam Sells Apricot Singular, Jack's up YouTube channel full of fun times and full of high kiss, and finally, Jack's up YouTube channel full of fun times and full of high kiss has nothing on behind the superhero channel. I have more characters than all of Jack's YouTube channels combined. I have more characters than Jack Sucks Alive, Jack Sucks Stuff, Jack Massey Wealth, Jack Sucks Geography, Jack Sucks Clips, Sam Sells Apricot, Jack Sucks Boba Pirate, etc, etc. Imagine this on a play button. Jesus Christ, by the way, please subscribe, thank you very much. Hyric XXXXX. شفتوا القنوات يلي عنده واغلبهم فوق 100,000، وعشان هيك عنده كثير دروع فضية وذهبية. يلي سواه هو انه بحث عن رقم قياسي معين ليحطمه، وجاب القنوات اللي عنده، وكان في شروط من موسوعة جينيس. والشرط يلي كان عليه من موسوعة جينيس هو انه يوصل القنوات ل100,000 مشترك، وفعلا قدر يوصل القنوات ل100,000 مشترك، وهاي كانت قصة دخوله موسوعة جينيس. Say congratulations on your phenomenal success on YouTube. 8 channels, count them 8, not just one. Most people would kill to have one channel with more than 100,000 subscribers, and yet you have created 8. So Jack, that makes you officially amazing. So on behalf of everyone at Guinness World Records, please allow me to present you with this, your official Guinness World Records certificate that does say, Jack Welsh, you are officially amazing. بس كيف جاب درع 10 مليون وهو ما وصل 10 مليون؟ وكيف جاب درع 100 مليون تبع بيودي باي؟ هو ناشر كثير فيديوهات عن الموضوع، لكن بعد ما عرفت الحقيقة اكتشفت انه الدرع يلي معاه مش درع بيودي باي، ودرع 10 مليون الألماسي طلع مش درع KSI. طيب الدروع هاي لمين ومن وين جابهم؟ بالفيديو يلي نزله فات على الصفحة يلي بيطلبوا منها اليوتيوبرز دروع اليوتيوب الخاصة فيهم. هو لما فات يطلب الدرع الفضي عمل تغيير على الرابط، مفكر انه يخدعهم ويطلب درع 10 مليون، لكن هيك خدعة مش صحيحة. وفعلا اعترف انه اشترى الدرع الألماسي ب3000 دولار، وKSI عمل ردة فعل عليه وصار يضحك. وهاي كانت قصة درع 10 مليون. وبالنسبة لدرع 100 مليون شكله عمل نفس الاشي، واشترى درع تقليدي لدرع بيودي باي، وجاب الدرع وعمل عليه فيديو على اساس انه خدع بيودي باي واخذ منه الدرع، وكان متوقع بيودي باي يعمل عليه ردة فعل، بس اجى بيودي باي وشاف ثواني من الفيديو وقال انا ما بهمني. This English YouTuber called Jack Sucks Alive bought both the 100 mil play button and the box, finally reunited them together. Yeah, so apparently Lizard sold his, which, you know, he could have hung on to it a little longer. I mean, I didn't expect him to keep it forever, but I think it's fair enough. I don't really care. You know how everyone is like... جاك انصدم عشان بيودي باي ما اهتم له، وبالنهاية جاك هو بس حاول يصنع درع 10 مليون ودرع 100 مليون عشان يعمل عليهم فيديوهات ويجيب مشاهدات. يعني كل هاي الدروع يلي عنده كذبية وطلع كذاب؟ لا، معظم الدروع يلي عنده جابها من خلال القنوات الخاصة فيه، عشان عنده قناتين فوق المليون و9 قنوات فوق 100,000، ومجموع الدروع يلي جابها من هاي القنوات تقريبا 12 درع. ومن الاشياء الغريبة يلي عملها انه عمل اسم قناة من قنواته اطول اسم قناة على يوتيوب، وطلب درع اليوتيوب وفعلا وصله الدرع ومكتوب عليه اسم القناة. Oh my god. Are we ready everyone for the new longest username on YouTube? Oh my god. Look at that. Let me grab it so you can see it better. Oh, I've not opened the play button in ages. This is so nice. Well, you know what?
it actually fits very, very nicely. It looks absolutely ridiculous, but they've bloody managed to make it fit. Have they skipped a character? I'm counting this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. وما بتقدر تكتب اسم قناتك غير ب50 حرف، وهو مسمي القناة ب382 حرف، وأحد القنوات يلي عنده مسميها بحرف آي، وبينزل عليها مقاطع غبية مدتها 2 و3، والقناة وصلت ل100 ألف مشترك من خلال هاي الفيديوهات الغبية. بس الاشي هذا ما بيعني انه محتواه سيء. اكبر القنوات اللي عنده بينزل عليها محتوى منوع وتحديات وافكار ما شفناها في يوتيوب. That's a nice one to begin with. Me at the Zoo, uploaded by Javed. Lots of people think that his name is pronounced Jord, but it's not. It's Javed. I checked. Bit of trivia for you. ومعروف عند الأجانب عشان عنده كثير قنوات وعليها مشتركين كثير، والشخص مشهور، لكن مش مثل بيودي باي أو مستر بيست. ومن الأشياء الغريبة اللي سواها إنه عمل درع يوتيوب ذهبي ل1,000,000 إلغاء اشتراك. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه. بشوفكم بفيديو جديد. سلام.